السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ده كان روتين يوم الجمعة. طبعا زي ما احنا متعودين يوم الجمعة بنقرأ سورة الكهف. الأفضل والأحسن ان انت تقرأيها الصبح، بتكوني مثلا لو مش وراكي حاجة أو صاحية كده نشيطة تقرأيها، بس المهم ان احنا نحافظ على قراءتها يوم الجمعة، وكمان أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأذكار طبعا ما ننساش أذكار الصباح والمساء. ده كان عصير اسمه ايه، عصير كمثرى. صبيت كده كوباية بس ما كانتش ليا. وطبعا بقى يعني انتوا عارفين الاطفال بيحبوا الكرتون، انا ما بقيتش اعرف اتفرج على التلفزيون خالص، يعني بصراحة انا مش متابعة حاجة في التلفزيون نهائي، فبسيب طبعا الولاد بحريتهم. تعالوا بقى نعمل كيكة الذرة، يعني الروتين ده في ريحة زمان كده. هنعمل كمان حاجة حلوة قوي هتعجبكم. هنعمل كيكة بدقيق الذرة بس، حلوة جدا. مش هعمل بسيسة بقى اللي هي بالدقيق الابيض والدقيق الذرة، لا انا عايزاها كلها بدقيق الذرة. زمان كانوا بيعملوا كيكة الذرة دي او بسبوسة بدقيق الذرة، كانوا بيعجنوها يا اما بالعسل الاسود يا اما بعرايس المولد اللي هي الحلاوة، عرايس حلاوة بتاعة المولد، مولد النبي. زمان يعني المصريين بس هم اللي يبقوا عارفين انا اقصد ايه يعني. اول حاجة بدهن الصينية بالسمنة، ادهنيها سمنة ودقيق. هضيف كوبايتين ونص من دقيق الذرة، او كوبايتين من دقيق الذرة ونص كوباية من الدقيق الابيض لو حابة. عايزاها كلها دقيق ذرة هيبقى كوبايتين ونص من الدقيق الذرة، كيس بيكنج باودر ورشة ملح. ده اول حاجة خليط الدقيق اللي هو كيكة سهلة الخليط الجاف، وبسيطة ومفيدة ومغذية، وريحتها بقى وهي بتتعمل كده حاجة تانية خالص يعني. هي المفروض ان هي ما تبقاش منفوخه قوي، لان هي بدقيق الذره بس، هي بتبقى كده يعني، بيقولوا عليها بسبوسه بدقيق الذره بصراحه يعني. كانوا بيعملوها في الفرن الفلاحي بقى كده، والريحه بتاعتها وطعمها حلوه حلوه قوي بجد. وخصوصا انا فرحت قوي ان انا لقيت دقيق الذره هنا. اول ما شفته جبته على طول، وكان في دقيق ذره اصفر برضو بتتعمل بيه، بس انا حبيت الدقيق الابيض، جبت دقيق ابيض. اول حاجه كده هاخد كوبايه من السكر في الخلاط. هنضرب بقى السوائل في الخلاط، الدقيق السكر والزيت والبيض. انا هعمل زيت على سمنه. الزيت على سمنه بيخلي طعم الكيكات بيبقى تحفه. كوبايه الا ربع زيت على سمنه، نص كوبايه من السكر وثلاث بيضات وفانيليا. المقادير بسيطة، وكانوا بيعجنوها كمان باللبن الرايب، بس انا هعملها بالزبادي عشان انا عندي زبادي. كوباية كده حلوة من الزبادي وربع كوباية من المية. هضرب كل المواد السائلة دي بقى في الخلاط. الزيت والسكر والبيض وبس. ممكن تضيفي كيسين من الفانيليا والزبادي. ممكن لو عندك لبن عادي اعجنيها بلبن. لو عندك ميه بس اعجنيها بميه بس، لو ما عندكيش لبن ولا زبادي ولا لبن رايب. بس اللبن الرايب والزبادي بيخلوا يعني طعمها غني كده وحلو، بيخلوا طعمها حلو قوي. كمان بقى لو عندك سمنه فلاحي بقى تضيفي كده معلقتين، يا سلام يعني، تخلي الريحه بقى فلاحي فلاحي. انا اخدت خليط دقيق الذره ضربته في الخلاط مع الخليط السائل. طبعا الفرن في الوقت ده لازم يكون سخن قبلها بحوالي 10 دقايق. هي بتقعد بقى في الفرن حوالي من 30 دقيقة ل35 دقيقة، وبتختبريها طبعا حسب الفرن بتاعك. المهم ان انتي تراقبي الفرن، هي الخليط بتاعها بيكون تقيل. بعد ما بصب الخليط في الصينيه بخبطه كده خبطتين، وكده كان الكيك بتاعنا طلع من الفرن. نفسي بقى تشموا الريحه بتاعتها كده، بجد كانت الريحه قلب الدنيا بصراحه. اتمنى انكم تجربوها بنفس المقادير وبنفس الطريقه، وهتعرفوا قد ايه هي جميله، كيكه جميله. وكمان هتلاقوها دلوقتي هشه وطريه من جوه. اعملي بقى كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي، واقعدي كده مع نفسك كليها بالهنا والشفا. ومع كوباية الشاي كده، قاعدة كده في هدوء يعني. شايفين هشة وعاملة ازاي، ولا مكتومة ولا اي حاجة اهي. شايفين الجمال، والله كيكة تحفة جدا. اتمنى انكم تجربوها بنفس المقادير اهي. شكلها اهو بيتكلم عن نفسها. وشايفين برضو من تحت عاملة ازاي. بقول لكم ادهنوها بالسمنة من ارضية الصينية علشان تدي لون ذهبي كده وحلو اهي. الله على الجمال. تعالوا بقى هنعمل فراخ مشوية بطعم وريحة زمان، تتبيلة بسيطة جدا. اول ما بدأت اعمل فراخ في المطبخ عملتها بالتتبيلة دي،
والله من اجمل التتبيلات اللي عملتها للفراخ. تتبيلة بسيطة جدا. هجيب بصلاية، هقطعها، اخرطها كده مكعبات صغنونة خالص. انا ساعات كنت بعمل الخلطة دي واسوي الفراخ على البخار يا اما في الفرن. اقول لكم وصفة تحفة بجد بجد، يعني بعملها من 14 سنة، من زمان قوي قوي. اول ما بدأت ان انا اتعلم ان انا اعمل فراخ بالخلطة وكده. وكمان كنا بنعملها في المصايف زمان، يعني قول الزمان ارجع يا زمان بكل ما فيه، بطيبة الناس وطيبة قلبها والبركة. يا ريت بس الناس ترجع كل حاجة كده زي الأول، والناس تحب بعضها وساعدوا بعض يا جماعة. محدش يبخل على حد بحاجة أبدا. لو حد طلب منك حاجة وهي عندك اوعي تستخسريها. يعني ربنا سخرك ان انتي تقضي غرض حد او تدي لحد حاجة علشان ربنا عايزك تعملي ثواب. فيا ريت البيوت ترجع زي زمان. هنتبل بقى البصلايه بايه؟ بالفلفل الاسود ده اساسي، والكمون والملح. لو عايزه ترشي بابريكا عادي، عايزه بقى تزودي بهارات من عندك عادي، بس انا اقول لك البهارات الاساسيه يعني بصلايه، فص ثوم وقرفه وفلفل اسود وملح وكمون وجنزبيل. بتحطي بقى البهارات اللي انت حباها. بس هندعك بقى البصلايه كده كويس جدا، تنزل الميه بتاعتها وتندمج كده مع البهارات بتاعتنا. عايزه اقول لكم هي بتستوي كانت ريحتها ملت البيت، وريحتها حلوه قوي قوي بجد. والافضل بقى ان انت تنقعها في التتبيله دي ليله كامله، هتاخدي احلى فراخ. طبعا وأحط لما كمان بنجيب معلقة من الفراخ الخل. بعمل لها محلول نقع، بغسلها وبجيب مثلا حلة او حاجة. انا ضفت هنا معلقة من الخل على التتبيلة. بجيب بقى محلول نقع الفراخ، دقيق وملح وليمون، ممكن رشة من السكر او الجنزبيل، وبسيبها تتنقع في محلول النقع ده حوالي ساعة. بعد كده بغسلها كويس جدا وبجيب مصفى، بحطها في مصفى تصفي كل المية والزفارة اللي فيها. على ما بتيجي تتبليها بيكون ناشفة وما فيهاش اي زفارة خالص، دي اهم حاجة. لان لو فيها مية من الفراخ، مية الزفارة بتنزل ميتها بقى على التتبيله وبتبقاش حلوه. جبت السكينه وهعمل فيها فتحتين من الصدر علشان كل الفرخه تشرب من التتبيله دي. وزي ما قلتلك لو عايزاها طعم يعني هي كده كده بتستوي بسرعه في الفرن، ما بتاخدش وقت. عايزاه يبقى يعني تبقى طعمها غني بقى وطعمها حلو، تسيبها ليله في التلاجة. ممكن تشويها كده من غير اي حاجه. انا مش هضيف لها صلصه ولا هضيف اي حاجه، بس في الاخر كده يعني هدهنها هجيب الاخر بعد ما تستوي بالسمنه كده من على الوش، هتاخد لون حلو قوي معاكي. ممكن تعملي تحتها صينيه بطاطس مع صينيه بطاطس، او اي خضار عندك، او ممكن تسويها كده حسب راحتك يعني، او حسب انت هتعملي ايه. انا هعمل معاه، طلعت الخضار اللي موجود عندي عملته معاه. الخضار كان شارب بقى من الفرخة وطعمها، وكان طعمه حلو جدا. وكمان هنعمل رز بطريقة زمان، وهتشوفوا معايا الطريقة بتاعته. ركنتها كده على جنب بقى تشرب من التتبيلة شوية، وجبت بطاطس وكوسة وواحدة من الجزر. ده الخضار اللي كان موجود عندي ساعتها، ما كانش عندي بطاطس كتير. قشرته وغسلته، او هقشره بعدين اغسله بعد التقطيع. هتقطعيها بقى زي ما تحبي. عايزه تعمليها كلها بطاطس بس حسب راحتك انتي، او شوفي موجوده عندك ايه وهتعمليه معاها. بس جربوها كده بنفس الطريقه وهتعجبكم جدا بصراحه، خصوصا بقى لو عندك عزومه وعايزه الاكل يبقى طعمه حلو. الوصفه دي جميله جدا، بالهنا والشفا للاكل منها. ما تنسوش بقى كده وانتوا بتشتغلوا تذكروا الله كتير، ذكر الله. دايما بفكركم ونفكر بعض كده بذكر الله، نعين بعض على الطاعة طبعا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، اللهم آمين. هقطع بقى الجزراية كده بشكل مايل. عايزة اقول لكم لو عندكم اطفال مش بتاكل الجزر هتاكلوا في الوصفة دي. اهم حاجة ان هو بيستوي قوي، لاني لو هو ني شوية عامة بيبقى صعب الهضم. فهو كده مستوي بيبقى الهضم افضل واحسن. وكمان الجزر من النشويات السكرية او النشويات الحلوة، بيبقى مسكر كده، طعمه مسكر. وطبعا الكوسة مفيدة جدا، والبطاطس، الخضار كله مفيد. لو عندك بقى اطفال مش بياكلوا الخضار اعمله لهم كده، وحاول ان انت تشجعهم على الاكل يعني، خصوصا الخضار. الخضار ده كله بقى هاخده اغسله، وبعد كده هتبله يعني ايه شوية بهارات كده بسيطة. ما تنسوش برضو تجربوا كيكة اللي هي بدي الذرة دي، بجد جميلة قوي وريحتها كانت حلوة. يعني جربوا الوصفات اللي بقولكم عليها،
لاني انا مش بعمل وصفة الا لما بكون جربتها كذا مرة. ببقى واثقة منها، يعني بتطلع بقى يعني طعم رهيب. جبت بقى الخضار كده في الصينية اللي انا هسوي فيها، هو والفرخة، ورشيت رشة من الفلفل والكمون والملح، ورشة من الزيت. عايزة تضيفي معلقة صلصة، بس انا ما بقتش احب اضيف الصلصة قوي في الخضار يعني وكده، لان كتر الصلصة برضو مش صحي. يعني في وصفات بتبقى اساسية فيها الصلصة وكده، وفي وصفات لا. يعني حاولوا تقللوا من الصلصة، خصوصا لو الجو حر او حد معدته تعبان. انا هضيف معلقة واحدة من الصلصة بس، مش اكتر. ما تكتريش الطماطم، عشان زي ما قلت لكم اهو، كفايه قوي المعلقه دي. معلقه كبيره كده من الصلصه تدي لون بس. الصلصه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم. قلبت بقى الخضار كده كله مع بعضه. طبعا الفرن كان ساخن، لا قبل ما اعمل اي حاجه في الفرن لازم اسخن الفرن من قبلها بشويه. هتدخل الفرن حوالي ساعه الا ربع او ساعه. ساعة الا ربع عامة هيكون الفرخة مستوية 100%، ويكون الخضار مستوي. هتجيبي ورقة من الزبدة او تغطيها بورق فويل من على الوش كده، علشان البخار يكتمها، تبقى مكتومة والبخار يسويها. وزي ما قلت لكم الفرن بيكون ساخن عشان تغلي كده مع بعضها على طول. وكده خلاص. معلش بقى لو سامعين اصوات او كده، يعني التلفزيون شغال، وطبعا الطريق احنا قريبين احنا على الطريق، يعني البيت اللي احنا فيه على الطريق خالص، فبنسمع بقى صوت العربيات كأنها معايا في الشقة هنا. الفرخة كانت استوت. هجيب بقى دهنة كده من السمنة او الزبدة او الزيت، ادهنها كده من على الوش كده، وادخلها الفرن تاني تاخد اللون الحلو بتاعها. وبعد كده هقول لكم بقى هنعمل الرز ازاي. وهي في الفرن انا عملت الرز، يعني دايما كده والخضار بيستوي بعمل الرز، يعني بعمل حاجة تانية جنبه على طول. لو عندك سمنة او زبدة او اي حاجة، ما عندكيش ولا سمنة ولا زبدة، ادهنيها بالزيت عادي خالص. يعني ما تعطليش نفسك عشان حاجة، وبتاخد لون حلو قوي، يعني هتشوفوها برضو بعد ما تستوي معايا. طبعا لما باجي اعمل الرز انا بنقع الرز شويه. يعني انا ما اتعودت على كده، بنقع الرز شويه، خصوصا لو رز بياخد شوربه كتير او ميه كتير. بنقع الرز كويس، وبعد كده بغسله واسيبه يصفي ميته. هجيب حله على النار. انا هعمل رز حبه وحبه زي بتاع زمان. عايزه اقول لكم بيبقى ريحته بقى في البيت ايه، بتملى البيت كده ريحه الرز حبه وحبه، ده ريحته مميزه. حطيت كده شويه زيت ومعلقه من السمنه او الزبده. هحمر شويه رز، احمر شويه رز من اللي انا غسلاه لحد ما لونه يبقى ذهبي. وكده احنا بنعمل رز حبه وحبه مصري اصيل، يعني رز مصري اصيل. جربوه وهتشموا الريحه بقى اللي انا قصدي عليها. بعد ما يوصل اللون الذهبي ده، هجيب بقيه الرز بعد ما اصفى ميته، وهقلبه شويه كده علشان كله يشرب، كل حبايه تشرب من السمنه او الزيت اللي احنا حاطينه. هزود شوربه سخنه او ميه سخنه زي ما تحبي او زي ما موجوده عندك، بس الرز بالشوربه بيبقى طعمه حلو جدا. الرز بعد ما بيغلي بهدي عليه النار، بسويه على نار هادية جدا. خلاص كان الرز استوى والاكل استوى الحمد لله بفضل الله. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويرزق كل مشتاق بأي حاجة يتمناها يا رب، ويطعم كل جائع على وجه الأرض. اللهم آمين. ربنا يرزقكم برزق أولادكم يا رب. اللهم آمين. ادعوا كتير كده وربنا يستجيب لكم يا رب، يكبر خواطركم جميعا وتحققوا ما تتمنون، ويشفي كل مريض يا رب. اللهم آمين. عايزة أقدم لهم بقى الأكل بشكل حلو. هتجيبي طبق صغير. هعمل الرز بقى يعني ايه عشان يطلع كده شكله مدور كده، لو شكله حلو في الطبق. يعني انتوا عارفين العين بتاكل قبل الفم، دايما بقول لكم كده. خصوصا الاولاد اللي هما بيغلبونا في الاكل، بحب اقدم لهم الاكل اللي بشكل حلو. ده المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم بتاع الملفوف او الكرنب، حلو جدا جدا. والفرخه كانت بقى بصوا الجمال ما شاء الله، يعني كانت دايبه دوب كده، وكانت طعم وريحه وشكل حاجة كده، يعني فكرتني بزمان وروايح زمان. والخضار كمان كان مستوي 100% وزي الفل. هوريكم دلوقتي الخضار عامل ازاي. الحمد لله الاكل كان جميل الحمد لله، يعني بفضل الله ورحمته، يعني الحمد لله. بتبقى حيرة في الاكل، خصوصا يعني كل حاجة، يعني كل حاجة بقت سعرها عالي وسعرها غالي، خصوصا في مصر دلوقتي الاسعار بقت رفعت قوي.
فربنا يعينكم يا رب. يعني الناس بتبقى محتارة هتعمل اكل ايه، يعني انا بحاول انوع لكم مرة من ده ومرة من ده، وربنا هو الرزاق يا رب، اللهم امين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديوهات حلوة كتير قوي وافكار كتير. الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله باذن الله عندي افكار كتير قوي هتفيدكم في كل حاجة ان شاء الله. وتابعوني وشجعوني، يعني عايزة اقول لكم لكل اللي بيتابعوني احبكم في الله الذي احببتموني فيه، ودمتم في رعاية الله وحفظه وامانه، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يكبر بخاطر كل واحد بيكبر بخاطر غيره، يعني الكلمة الطيبة صدقة. دوروا على الصدقات الحلوة، حتى التبسم في وجه أخيك صدقة. قولوا كلام حلو يجبر الخاطر، محدش يكسف حد أبدا. يعني صدقة بسيطة ان انت تقول كلمة حلوة لحد او تضحك في وش حد. في اخر اليوم بقى عملت كوباية من البابونج. البابونج ده بيريح الاعصاب كده، خصوصا لو شربتيه بالليل مع قطعة من كيكة الذرة. وخلاص على كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.